السؤال الذي حير الملايين، شحال كيدخلوا لي ستريمر في كل لايف ديالهم ولا شحال كيدخلوا في الشهر؟ شنو هو هاد الستريم كاع سيدي اللي كندويو عليه؟ الا شفتي ولدك قدام البيسي وبارك كيدير شي هبلات عرفوا كيستريمي، والا شفتي ولدك كيضحك عرفوا راه مقابل شي ستريمر. الا بغيتي تعرف شنو هو الستريم غادي نبسطوا لك اسيدي. الستريم هو الحلقه اللي كتكون في جامع الفنا ولا في الاسواق الاسبوعيه، غير هنا حيدناها من هاد البلاصه وديناها للانترنت. والفرق ما بين الحلقه ديال شحال هادي والحلقه ديال دابا هو شحال هادي كانوا كيجمعوا الربعاوات العشراوات والدراهم، ولكن دابا كيجمعوا بزاف ديال الدولارات. في المغرب المنصه ديال تويتش هي اكثر منصه كانوا كيدخلوا لها ستريمر وكيستريميو فيها، ولكن مؤخرا راه واحد الانقلاب وكلشي مشى لكيك. بزاف ديال الناس كتسائل على شنو الفرق بيناتهم وشنو اللي خلى لي ستريمر كاملين يمشيو لها. في المغرب تويتش هو اكثر بلاصه كيستريميو فيها بزاف ديال الناس، ولكن مؤخرا وقع واحد الانقلاب وكلشي مشى لكيك. بغيتو تعرفوا علاش كلشي مشى لكيك؟ لان كيك كتقدم عروض مغريه. تويتش كتقسم مع لي ستريمر نص بالنص، اما كيك كتعطيهم 95% من الارباح و5% هي اللي كتاخذ، وفيها حريه اكبر وكتقول لك راها كتشجع لي ستريمر ولا كرياتور دو كونتوني. اما يوتيوب فهو اكبر منصه والمنصه اللي سهله وكلشي كيقدر يدخل لها، غير هي الشروط ديالها صعبه وشويه صارمه، وحتى الفلوس ديالها طايحه مقارنه مع لي بلاتفورم الاخرين، وكتعتمد في الاصل على الدونيشن. الدونيشن شناهي؟ هي اي فان عندك كيقدر انه يصيفط لك فلوس ويدعمك، لكن انت صانع محتوى ولا ستريمر باش تطور المحتوى ديالك وباش ديما تستمر. السؤال هو هاد لي بلاتفورم منين كيجيبوا الفلوس؟ حيت ما يمكنش يكونوا كيديروا هاد الشيء لله في سبيل الله غير باش يعاونوا لي ستريمر وباش يعطيوهم هاد الفلوس. هاد لي بلاتفورم كيعتمدوا على الاشهارات اللي كيكونوا فيهم، واللي اغلبيتهم كيكونوا ديال القمر. اما بالنسبه للستريمرز منين كيجيبوا الفلوس؟ قلنا من الدونيشن ومن الاشتراكات ديال الناس اللي كيدخلوا يتفرجوا فيهم، وحتى من العقود ديال الرعايه. بعض المرات كيكون شي مستشهر اللي كيدخل كيعطي لهذاك ستريمر فلوس باش يبيع البرودوي ديالو واللي يدوي عليه. وهنا كيك زادت ضافت واحد العرض مغري انها ما غتدخلش فيهم وما غادي تقسم معاهم والو، وداك الربح ما غتاخذ منه حتى ريال. وصلتي حتى لهنا لا فيديو وباقي غتقول لي الياس المالكي داناس ولا الدراري شحال كيدخلوا؟ ستريمرز المغاربه ما كيوصلوش لهذوك الارقام الخياليه ولا العالميه. علاش؟ لان اللغه ما كتعاونش على الانتشار العالمي. ولا ستريمر جوج انواع، كاين اللي كيدخل كيبقى يستريمي حتى كيجمع الجمهور ديالو، وكاين اللي ديجا مشهور في دي بلاتفورم اخرين وكيجي لهاد المنصه بحال اي لعاب ديال الكره. فاش كتبغي تشري شي فرقه كتسيني معاه واحد العقد بشحال كتشري. القيمه ديال الستريمر كتحدد بشحال ديال الناس كيتبعوه وشحال ديال التفاعل كيقدر يجيب، وهاد المبالغ كتكون مبالغ محترمه. ستريمر الا كان عنده 500 واحد كيتفرج فيه فالدخل ديالو غيكون ما بين 4000 درهم حتى ل 10000 درهم، وعلى حسب عاوتاني التفاعل والدعم اللي كيقدموه هاد الناس اللي كيتفرجوا فيه. بزاف ديال الشباب ولا عندهم هوس بالستريمر وبالستريم. بغيت نقول لكم بلي الموجه ديال الستريم يلاه باديه، وهذه فرصه لاي واحد. التلفازه والراديو الوقت ديالهم غادي نقولوا لهم باي باي. الا لاحظتي مؤخرا حتى نتفليكس حتى هي ولات كدير لايفات مباريات ديال البوكس، بحال المباراه ديال جاك بول ومايك تايسون. وباش تعرف هاد الهضره اللي تنقول لك على صح ما تقولش جعفر غير كيخربق، شوف لي ستريم ديال كينغز ليغ وشحال كانوا كيوصلوا، وان المتعه والفرجه ماشي غير في الكره ولكن حتى في لو شو. سالا الفيديو ما تنساوش تابوناو وديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيوها. وإلا كنتي باغي تستريمي ولا كان ولدك باغي يستريمي خليه عرفتي يدبر على راسو. السلام عليكم.